السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده هيعجبكم جدا. هنعمل مع بعض الطحينه الخام باسهل وانجح طريقه. الكيلو فيها وصل ل120 جنيه. مستنيه ايه؟ شوفي الفيديو ده وقومي حضريها في البيت، اوفر وانضف كتير. هنعرف تكلفتها والكمية اللي عملتها، بس نتابع الفيديو للآخر علشان تعرفي كل تفاصيل الوصفة، علشان تطلع معاكي بلون فاتح وقوام مظبوط جدا، والطعم والله أحلى من الجاهزة. ونبدأ ونسمي الله. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي أتمنى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. هنحتاج 4 كوبايات من السمسم وزنهم 500 جرام. حاولي وانت بتجيبي السمسم تجيبي نوعية تكون نظيفة، وحباية السمسم تكون اللون بتاعها ابيض فاتح وتكون نظيفة، لان في سمسم اللون بتاعه بيكون غامق شوية، فده تستبعديه تماما. نبدأ نوزن السمسم ده على 2. هخلي كل ربع كيلو في طبق، او ممكن تقسميه بالكوباية لو ما عندكيش ميزان، هتقسمي كل كوبايتين في طبق. بعد ما وزنت السمسم هناخد ربع كيلو من السمسم ونفضيه في طاسة على نار تكون هادية، ونبدأ كده نحمر في السمسم. وممكن تعملي الطحينة بالسمسم وهو ابيض كده تنفع، بس انا مش بفضل الطريقة دي لان الطعم الني بتاع السمسم بيكون ظاهر قوي، فالافضل ان احنا ندي للسمسم تحميصة كده خفيفة. وطبعا احنا مش بنحمص كل كمية السمسم، احنا بنحمص بس نص الكمية علشان ناخد طعم السمسم المتحمص في قلب الطحينة. بيفرق جدا في طعم الطحينة، بيديها طعم حلو قوي. وبالنسبة للسمسم اللي احنا محمصناهوش هعرفك دلوقتي ازاي تضيعي الطعم الني اللي موجود فيه. بنفضل نقلب في السمسم لغاية ما ياخد لون خفيف، واوعي تشيلي ايدك منه علشان ما ياخدش معاكي لون زيادة. وخدي بالك ان السمسم لو اخد معاكي لون غامق هيمرر معاكي طعم الطحينة، وكمان هيخلي اللون بتاعها غامق. نقلب كده في السمسم لغاية ما ياخد معانا لون اصفر فاتح، وبعدين بنشيله على طول من على النار ونضيفه على السمسم الابيض. واوعي تسيبيه في الطاسة علشان ما ياخدش معاكي لون زيادة. اول ما ياخد معاكي اللون الخفيف بتشيليه على طول وتفضيه على السمسم الابيض وهو سخن كده، علشان الحرارة اللي موجودة فيه بتضيع الرطوبة اللي موجودة في قلب السمسم الني. وبنقلبهم كويس جدا مع بعض. ونسيت اقول لكم ان الطاسة اللي كنا محمصين فيها السمسم ما بنضيفش فيها اي حاجة. نجهز بقى المطحنة بتاعتنا علشان نطحن السمسم. بنطحنه وهو سخن عادي، بناخد كمية صغيرة من السمسم وننزلها في قلب المطحنة ونطحنه لغاية ما يكون ناعم جدا معانا. بنشغل عليه المطحنة مرتين، ولو حسيتي ان هي تقيلة معاكي افصليها وقلبي السمسم وارجعي شغليها تاني لغاية ما يكون ناعم جدا معاكي. وكل ما نعمت السمسم هيطلع معاكي الطحينة ناعمة جدا. وفي الوقت ده الريحة بتاعت السمسم طلع حلوة قوي. شايفين السمسم طلع الزيوت بتاعته وناعم معانا، بس لسه هنحتاج ان احنا نضربه مرة كمان علشان عايزينه يكون ناعم قوي. وطبعا الطحينة اللي احنا عاملينها النهاردة مش ضايفين عليها اي حاجة، ولا سوداني ولا دقيق، عاملين الطحينة الاصلية اللي هي بتكون بالسمسم بس. وصدقوني لو جربتوها مستحيل ان انتوا تشتروها من بره تاني، لان الطحينة دي بجد الطعم بتاعها هيبهركوا. وطبعا سعر الطحينة اللي هي بالسمسم دي بيكون غالي جدا، لان دي الطحينة الاصلية. ولو حابين ان احنا نعمل وصفات طحينة تكون موفرة شوية زي اللي بيكون محطوط عليها دقيق وسوداني قولولي وانا هعملها معاكم. نرجع بقى للسمسم بعد ما طحناه. شايفين القوام بتاعه؟ ده القوام اللي احنا محتاجينه، عايزينه يكون ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. نشوف بقى الخطوات اللي بعد كده. هنحتاج كوباية من الزيت وزنها 200 جرام، ولازم تستخدمي زيت يكون طعمه كويس وما يكونش ليه اي ريحة علشان ما يبانش معاكي في الطحينة ويغير طعمها. واحنا شغالين في الطحينة ممكن نحتاج كمان ربع كوباية من الزيت، او ممكن ما نحتاجهاش، لسه هنشوف. هناخد بقى كوباية الزيت دي ونفضيها في اي حاجة يكون ليها بوز علشان تكون سهلة علينا بعد كده لما نيجي نفضيها على الطحينة. ونجهز بقى شفش الخلاط وننزل فيه نص كمية الزيت اللي معانا، ونضربه كويس لغاية ما اللون بتاعه يفتح ويتقل معانا شوية. وبعدين هننزل كل كمية السمسم ونضربها مع الزيت لغاية ما تفك معانا شوية.
وخطوة الزيت اللي احنا بننزلها في الاول دي مهمة جدا، لانها بتخلي الزيت ما يفصلش من الطحينة. فبننزل نص كوباية في الاول، والنص التاني بننزله سرسوب صغير كده اثناء الضرب بتاع الطحينة. امشوا بس على الخطوات وهتطلع معاكم بطعم ولون وقوام احلى مليون مرة من الجاهزة. بعد ما نزلت السمسم مع الزيت هضربهم كويس جدا مع بعض، وبعدين هنشيل الغطا اللي فوق ده وننزل بقية كمية الزيت سرسوب صغير علشان الطحينة ما تفصلش معانا بعد كده. الخطوة دي بتخلي الطحينة حلوة جدا. وفي الوقت ده هنشيل الغطا ونشوف القوام بتاع الطحينة، هي هتحتاج زيت تاني ولا تستكفى بالكوباية. عايزاكوا تركزوا في قوام الطحينة، تحسوا ان الحركة بتاعتها تقيلة شوية والقوام بتاعها تقيل. ممكن تسيبيها على كده لو انت حابة ان هي تكون تقيلة معاكي، او ممكن تضيفي عليها ربع كوباية من الزيت، هيخلي السمك بتاعها خفيف شوية معاكي. انا زودتها ربع كوباية من الزيت، وزنها 50 جرام. ظبطت كتير جدا قوام الطحينة معايا زي ما انتوا شايفينه كده. وممكن كمان تزوديها شوية من الزيت وتخففيها عن كده لو انت حابة، بس القوام بتاعها كده مظبوط جدا. وكده الطحينة خلصت معانا. طريقتها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة، اي حد يقدر ان هو ينفذها في البيت على طول. شايفين بقى اللون حلو قوي، القوام بتاعها مظبوط جدا، الطعم من الاخر. وعايزة اعرفك كمان ان الطحينة لسه سخنة، كل ما هتبرد معاكي قوامها هيتقل معاكي عن كده. هناخد بقى معلقة من الطحينة ونفكها بشوية من المية علشان نشوف السمك بتاعها. نشوف بقى تكلفة الطحينة وهل هي موفرة ولا لأ. ما استخدمناش فيها غير نص كيلو سمسم ب55 جنيه، وكوباية وربع من الزيت متوفرين في البيت. للأمانة هي ممكن ما تكونش موفرة قوي، بس بالنسبة للطحينة الأصلية السعر بتاعها بيكون غالي، فدي هتكون موفرة شوية عن اللي احنا بنجيبها من بره. اما عن الطعم فطعمها حلو جدا، تستاهل ان انتوا تجربوها في البيت زي بتاعت بره، ويمكن كمان تكون احسن عن تجربة انا جربتها كذا مرة قبل ما اقدمها لكم، والحمد لله طعمها بجد حلو جدا. متأكدة ان هو هيعجبكم وعن ثقة. نشوف الطحينة بعد ما فكيناها، قوامها حلو قوي، اللون بتاعها ابيض فاتح، طعمها بجد تحفة. طيب لو حابة تخزني الطحينة دي او عاملة كمية كبيرة من الطحينة وحابة ان انت تشيليها، هتجيبي براطيم تكوني غسلاها كويس وتكوني منشفاها كويس، وتفضي فيها الطحينة وتقفليهم كويس وتدخليهم عندك التلاجة، او ممكن تسيبيهم عندك على رخامة المطبخ مش هيحصل لها اي حاجة. ووزن الطحينة اللي احنا عملناها 750 جرام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا ولو بقدر بسيط، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة.